بما أني سويت الصورة النمطية وأغلب التعليقات يقولوا لي عن الوضع السياسي بالعراق، فملاحظة أني ما أدعم ولا مسؤول عن أي شخص أو عن أي طرف أنا أحكي عنه بهاي الحلقة، بس قلت أنطيكم سناك وأوضح صورة للشعب العراق بما أني عندي معلومات ومتابع سياسة عالمية واقتصاد عالمي. صديقي أنا ما راح أجيب لك إياه من العصور الحجرية، راح أجيب لك إياه من 2003 اللي هو النظام الحالي اللي تأسس. تذكر اللي حكموا سنة 2003؟ راح أسألك سؤال: وين التشلبي؟ وين الباتشي؟ وين الجعفري؟ وين أسامة النجيفي؟ وين ثير النجيفي؟ وين صالح المطلق؟ وين ذول الشخصيات؟ صديقي السياسة بالعراق تتغير، فذولا راحة وجو بمكانهم أشخاص جديدين على السياسة مثل الحلبوسي. منو كان يعرف الحلبوسي قبل 2006؟ حاليا صاحب كتلة وياخذ مقاعد على المحافظات. يعني ما فهمنا شنو تقصد. صديقي السياسيين بالعراق أما قاعدوا يتوفون أو قاعد يتقاعدون بسبب العمر، وذول السياسيين لا عندهم فكرة حزبية مترسخة أو خلفاء سياسيين، بل معتمدين على نفسهم بالمقام الأول. فمثلا اياد علاوي منو خليفته السياسية، أو المالكي منو خليفته؟ ما عندهم أحد مثل قوتهم بالدولة وأبنائهم بعيدين عن السياسة. فلازم تبدي مشروعك الحزبي من اليوم، لازم تتعرف على ناس تشارك نفس فكرك ورؤيتك للدولة، تبدي تسوق لنفسك وأفكارك الحزبية. فممكن بعد 10 سنين انك تحصل كم مقعد او الناس تبدي تؤمن بحزبك، او ممكن يعني انت هسه قاعد تشوفني بعد مثلا 30 سنة ممكن تصير رئيس وزراء ورئيس جمهورية. يعني هذا الشيء ما مستبعد ابد. فالعراق يا صديقي هو نظام ديمقراطي، راح زمن الحزب الواحد، بس الناس بعدها فكرة الحزب الواحد بس على شكل احزاب، وهذا غلط. والغلط الاكبر انك تطالب التغيير بثورة. هذا الشيء راح يرجعنا 1000 سنة لورا، لان حتى اذا نجحت الثورة اللي راح يلزم الحكم ما راح يهده، لان شايف نفسه انه هو مخلص للشعب، والشعب تعبان من الثورات، فراح يقعد ويسكت ويطبل. وابسط نموذج مصر بعد الثورة، صارت ديمقراطية وبعدها ثارت ثورة ثانية، وهسه يحكمها دكتاتور عسكري. نعم السيسي دكتاتور عسكري، إلى الآن هو بالحكم، وكذلك الجيش بيده. فلا تقنع بنفسك انه الثورات العربية نجحت. وهذا يجيبنا بالتدريج الى قصة تشرين. تشرين يا صديقي ثورة صارت بدون تنظيم وبدون كل شيء، ثورة عبارة عن فوضى انجرت بها الشباب الطموحة بتغيير الحال، وتعرضوا للقمع وراحوا ضحيتها آلاف الشباب المظلومين اللي كانوا يطمحون فقط انهم يعيشون حياة كريمة. ونجت عن حركة تشرين احزاب تشكلت مدري شلون، او كتلة، يعني ما اتذكر اني شنو صار بوقتها، صارت احزاب او كتلة مال تشرين، بس كل شيء ما سووا ولا كان لهم صوت. هم والمستقلين اللي رفعوا الناس بذاك الوقت انتخبوا المستقلين، كل شيء ما سووا، وقعدوا واخذوا رواتب ومحاصصة وسكتوا. وهذا بسبب تفكير الشعب القديم اللي بعده بالتسعينات. مع احترامي لكم انتم اخوتي، وهاي رسالتي الى الجيل الجديد، لا تفكر تفكير التسعينات، هذا التفكير انتهى، وذيك الحقبة راحت انتهت. وكذلك جهل اللي دا يترشحون، وانه الوضع هذا ما راح يتغير، وهذا خطأ. السالفة سالفة وقت، بس مع الأسف انه الإعلاميين الكبار اللي يصيحون أمريكا راح تضرب وذيك راح تتحرك، وما قارين الوضع السياسي العالمي وكل شيء ما يفتهمون للأمانة بالسياسة، غير يبنجون الناس بهاي السوالف. واحكي على كل الإعلاميين العراقيين بدون استثناء مشتغلين تجهيل بالشعب ويبعدوهم عن الحقائق والحلول، مشتغلين ناس غربان وناس تطبل، واحنا قاعدين نتفرج. فيا صديقي مثلا بريطانيا طلع حزب اسمه حزب الاستقلال المملكة، وهذا الحزب طلع شغلة واحدة، انه تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. يعني فكرة، يعني للأمانة هاي الفكرة فتافهة وبسيطة، تحسها فكرة جهال. هذا الحزب بعد 21 سنة بسنة 2014 فاز هذا الحزب بالانتخابات وقدر يسوي استفتاء، وطلعت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فالأمور تتغير والشعوب تتغير يا صديقي، بس لازم تحط بذرة حتى تكبر بالمستقبل، ولما تجيك الفرصة انت جاهز. أنا ما راح أحط صور أو راح أجيب طاري شخصيات، بس راح أقول لك ركز على الطبقة السياسية بالعراق الحالية اللي تحكم من 2007، لأن قبلهم راحوا وهم جوا بمكانهم. فراح أقول لك إيش قد أعمارهم وصحتهم شنو، وانت راح تعرف انه بعد 10 سنين ما راح تلقى احد بيهم، او حتى 15 سنة كأقصى حد، ذولا راح يتقاعدون والبيهم راح يتوفى، وهذا امر بيد رب العالمين، قاعدون بسبب العمر او بسبب امراض، وما راح تلقى الا وجوه جديدة تمشي على نهجهم، لان ماكو بديل. لان العراقي قاعد بالقهوة ويقول مؤامرات صهيو بريطانية امريكية ميتافيزيقية تهدف الى تخريب العراق. نسينا احنا ان الطبقة السياسية الحالية ما لها بديل، لان ماكو حزب بديل او احزاب جديدة حتى ننتخبها. فابدي مشروعك، ترى ما تحتاج فلوس. حزب العمال البريطاني ترى رئيسه واقف بالشارع ورافع شعارات الحزب، ويقف ويا العالم يقنعهم بافكاره ورؤيته هذا، وحاليا هو
رئيس وزراء المملكة المتحدة. الشغلة مو مكلفة، فالناس ما تحتاج إلى لافتات مالي الشوارع، تقدر أنك تقف بالشارع وبنص السوق وتشرح للعالم فكرة حزبك وفكرة توجهك وشنو اللي راح يصير. فأنت ببلد ديمقراطي، وارجع أقولها، أنت ببلد ديمقراطي تقدر كل شيء تسويه بالقانون وبالطريقة السلمية. فاتركوا سالفة المستقلين، ترى ما توكل خبز. كل شيء ما يقدرون يسوون ويغيرون نظام مبني على الحزب الأكبر أو الكتلة الأكبر، أو حتى بالتوافق السياسي تقدر بالمستقبل تطلع أحزاب من كل الأطراف تتعاون وياهم، تقدرون تحطون رئيس وزراء. مع الأسف أنه الناس دا تمشي ورا سياسيين ما يفهمون بالسياسة، مثل فائق الشيخ علي. مع الأسف هذا كلش ما يفهم بالسياسة، والعالم مصدية به أنه قوة حارقة وخارقة راح تجي تغير النظام بالعراق، وضيعوا سنتين من حياتهم على هذه التفاهة. يا صديقي، أمريكا أو أي دولة ما تريد تغير النظام بالعراق بسبب أنه ماكو بديل. منو راح يحكم وشنو توجهه؟ هل هو معتدل، عنده أجندات، عنده أهداف، هل هو توسعي؟ فما يقدرون يغلطون غلطة 2003 ويجيبون أي واحد. فيا صديقي، ضاعت علينا 20 سنة بسبب أنه ماكو بديل لهاي الأحزاب. فلا تضيع 20 سنة النوبة، ترى 2040 بعد لها 15 سنة، و2007 صار لها 19 سنة، وغير النظام وبسطت الطرق السلمية والسياسية بعيدا عن الثورات والنزاعات، حتى تضمن مستقبل سلمي وحياة هانئة لأطفالك وأحفادك بالمستقبل. وشكرا.